ركنت عدلتها منت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث وإياكم عبر هذه الحلقات عن سيرة هي من أعظم السير في التاريخ، عن قصة هي من أرقى القصص. نتحدث وإياكم عن ترجمة ليست كغيرها. نتحدث عن جبل من الجبال، عن قمة من القمم. نتحدث عن همة طالما افتقدناها في هذه الأمة، وقدوة نحتاج إلى مثلها في هذا الزمن. نتحدث وإياكم عن قصة هي قصة الفاروق. إنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كم تحتاج الأمة في هذا الزمان إلى أمثال عمر، الذي أطفأ نار المجوس وكسر دولة كسرى ونشر في الأرض التوحيد، الذي فتح البلاد ونشر بها عبادة الله عز وجل. كم نحتاج في زمن الآلام والمحن التي تعصف بأمتنا الجريحة إلى أمثال عمر لينتشلها من هذه المحنة ليصل بها إلى منحة إلهية ربانية. نتحدث وإياكم عن ترجمة عجيبة غريبة ذكرت في التاريخ كصفحة بيضاء من صفحات هذه الأمة. إنها قصة، وأي قصة؟ إنها قصة الفاروق. سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل، يصل نسبه إلى كعب بن لؤي. هنا يتصل بنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى به فخرا. عمر بن الخطاب ولد في مكة وترعرع ونشأ نشأة غليظة شديدة، فعانى منذ الصغر وتعب، بل كان يرعى الإبل رضي الله عنه في صغره. كان يرعى الإبل لأبيه وخالاته من بني مخزوم، يرعى الإبل واشتد معها. كان طويلا جسيما أبيض تعلوه حمره، كان أصلع، كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. إنه من؟ إنه عمر. منذ شبابه، منذ بدايته في مكة، يلهو مع الصبيان، يلعب، تعلم القراءة والكتابة وهو صغير، وقل من تعلمها في مكة. عمر رضي الله عنه كان يحب منذ نعومة أظفاره، يحب المصارعة وركوب الخيل، وتعلم الفروسية، بل تعلم الشعر. إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب، ذلك الفتى في قريش. من منهم لا يعرف عمر؟ لا يسمع بعمر إذا مر في ذلك الطريق. منذ بداياته قد اشتهر عمر بشدته وقوته. هذا قبل الإسلام، قبل النبوة. في يوم من الأيام يحدث عن نفسه عمر، يقول: كنت نائما عند الآلهة. نام عند الأصنام، ومكة قد انتشرت فيها الأصنام، والناس يعبدون غير الله عز وجل، ولم يبق على التوحيد إلا قلة قليلة بقايا من أهل الكتاب. قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم نام عمر بالقرب من الآلهة، والناس يقربون لها القرابين والذبائح. نام عمر فسمع صوتا بين اليقظة والنوم. ما الذي سمع؟ سمع عمر من يقول: يا جليح
يا جليح، صوت قوي، أمر نجيح، أمر نجيح، رجل فصيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يقول عمر ففزعت، لأول مرة يسمعها عمر. ماذا سمع؟ سمع من يقول بين النوم واليقظة: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. ففزع عمر، يقول فما لبثنا أن سمعنا أن هناك نبي بدأ يدعو بهذه الدعوة. فظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه الله لينير للأمة في ظلامها وليزيح من أمامها الأوثان والشرك. ظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعمر يرقبه. ماذا يقول؟ يريد أن ينفي كل آلهتنا، يريد أن يعيب ديننا ودين آبائنا وأجدادنا. وكان عمر شابا في ذلك الوقت. يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقومه: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ويسمع أعمامه ويسمع أقرب الناس إليه يقولون له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وعمر بين هذا وهذا. عمر لم يسلم في بادئ الأمر مع من أسلم، بل كان شديدا على الذين أسلموا. عمر لم يقبل في بداية الأمر بتلك الدعوة، لم يقبل بقول لا إله إلا الله. عمر ما قبل، واستمر على هذه الحال 5 سنين حتى دخلت السنة 6. وعمر شديد حتى على من أظهر إسلامه. بدأت الدعوة سرا، فما لبثت أن تحولت إلى دعوة جهرية. وكل هذا وعمر لم يدخل إلى الآن الإسلام قلبه، تردد بين هذا وهذا. نعم، هناك بعض الأمور تجعل قلب عمر يلين، وبعض الأمور تجعله يشتد مرة أخرى، لكنه مع هذا ما قبل الإسلام. في يوم من الأيام تقول أم عبد الله بنت حنتم، هذه صحابية جليلة، أسلمت في بادئ الأمر مع الذين أسلموا، وضاقت عليها الأرض بما رحبت، وقررت أن تهاجر إلى الحبشة. في من هاجر؟ طبعا خلال هذه السنوات ما أسلم إلا القليل، يمكن ما يتجاوزون 40 شخص فقط خلال ال5 سنوات الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كم أسلم؟ ما تجاوزوا 40 إلا بقليل. منهم هذه المرأة أم عبد الله. أم عبد الله أرادت أن تهاجر إلى الحبشة في من هاجر، فرآها من؟ عمر بن الخطاب. فجاء إليها عمر، معروف من عمر، عمر شديد لا يتجرأ أحد حتى أن يظهر الإسلام أمامه. فقال لها: يا أم عبد الله، إذن ستغادرون. اللهجة تغيرت الآن. عمر ليس الأول الذي إن علم مسلما يقول له صبأت يبدأه بالضرب والتعذيب أو الإيذاء، أما الآن يسألها سؤالا غريبا. قال لها: يا أم عبد الله، إذن ستغادرون؟ قالت: نعم يا عمر، نعم يا عمر، لقد آذيتمونا وقهرتمونا وعذبتمونا، يعني ما تركتمونا نعبد الله عز وجل في هذه الأرض في مكة، وسنهاجر يا عمر. فقال لها عمر: إذن صحبكم الله. الله أكبر. عمر يقول لها هذا الكلام غريب، ترى غريب على عمر أن يقول لامرأة أسلمت وتريد الهجرة بدينها يقول لها صحبكم الله. فتعجبت أم عبد الله، وذهب عنها عمر فقال لها: عامر بن ربيعة، قال: وجدت في كلامه رقة، أتظنين أنه سيسلم؟ يعني تريدين تترجين الخير في هذا الرجل، في عمر بن الخطاب؟ قالت: ولم لا، ولم لا، فقد كان في كلامه رقة، يعني ألان لي الكلام. فقال لها عامر بن ربيعة:
قال لها والله لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. يعني هذا لو عندهم حمار يسلم ممكن، لكن عمر يسلم مستحيل. ظل عمر يصارع نفسه 5 سنين في مكة، ينظر إلى ابن مسعود ذلك الرجل النحيل يضرب ويصبر على إسلامه، ينظر للإمام علي ذلك الفتى الصغير يصبر على إسلامه، ينظر لذلك الشيخ الكبير إلى أبي بكر كيف يهان ويخنق ويضرب ويصبر على إسلامه. كل هذا يراه عمر، بل يرى عمر آل ياسر كيف يعذبون، كيف يضربون، بل تموت أم عمار وهي صابرة، يموت أبوه وهو صابر، ويرى ذلك الفتى يصبر على دينه. يرى عمر تلك الأحداث والناس صابرة على دينها، ومع هذا إلى الآن عمر لا زال مترددا، إلى الآن ما دخل في الإسلام. يرى بلال يجر على الرمضاء في حر مكة، تعرفون ما حر مكة، يراه يجر على الرمضاء ويسمعه عمر وهو يقول أحد أحد. أما آن لك يا عمر أن تدخل في هذا الدين؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بتلك الدعوة: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. إنها قصة الفاروق، ما أعظمها من قصة. نتواصل وإياكم في الحلقة المقبلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. وهابتك الدنيا حبيبي، وهابتك الدنيا، وهابتك الدنيا، وهابتك الدنيا يا زهدا شع وقار. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق.